سلطنة عمان والمملكة المغربية. أذكر في إحدى المرات قمنا بتقييم نسب الخطأ في المملكة المغربية منذ عام 84 لعام حوالي 2007، لم نجد خطأ واحد. كانت هذا هو بيت القصيد كما يقولون. ما الذي يجعل هذا البلد دون غيره تخف فيه الأخطاء وتنتصر فيه الأشياء الصحيحة؟ ما الذي يجعل أنت فلكي؟ سؤال ممتاز. نعم. سؤال جميل. نعم، نحن عندنا تجربتان الآن في العالم العربي لابد الإشادة بهما، تجربة سلطنة عمان وتجربة المملكة المغربية. هاتان الدولتان إذا أحصينا أو يعني أجرينا نسبة للخطأ فيهما أعتقد ستكون صفر، إن لم تكن يعني قريبة من الصفر ستكون صفر. الحقيقة المغرب وسلطنة عمان اعتمدت منهجين مختلفين، ولكن بالنهاية أديا إلى نتيجة واحدة وهي البداية الصحيحة. أما في المغرب هناك أكثر من 200 لجنة رسمية متخصصة لرصد الهلال، ولا تقبل الشهادة إلا من قبل هذه اللجان.